عشان تكبر البيزنس محتاج تغير مفهوم انك ما يكونش نجمك خفيف في البيزنس. يعني ما تكونش بتتاثر باقل حاجات بتحصل واقل احداث بتحصل ويبدا التوتر ويبدا ان انت كل يوم في احداث، فانت الاحداث دي هي اللي بتحركك في البيزنس وبتحركك في الشغل. الدنيا ما بتبقاش ماشيه كده، الدنيا بتبقى ماشيه ان البيزنس بتاعك ماشي والاحداث الكبيره قوي المؤثره لمده شهر واثنين وثلاثه واربعه هي دي اللي تبدا ان هي تاثر عليك في البيزنس. عشان كده البيزنس اللي بيكبر هدره بيبقى قليل، فما بتبقاش متاثر بالحاجات الخفيفه اللي بتحصل. يعني في اخر مداخله المشهوره ما بين عمرو اديب وما بين طلعت مصطفى عايز يقول له ببساطه ان دي مساله يومين ثلاثه اربعه خمسه، فما تقولش ان السوق العقارات هيقع والاسعار هتنزل علشان موقف بيحصل واحنا بلد مختلفه ودنيا مختلفه وطريقه مختلفه. ما تبقاش نجم خفيف، ما يبقاش الحاجات الصغيره بتهزك، ما تبقاش انت طول الوقت رد فعل. انت بتاخد البيزنس وبتبدا ان انت تشتغل عليه وتكبره بغض النظر عن الظروف، بغض النظر عن الاحداث اللي بتحصل. هو ده اللي يخلي البيزنس الهدر بتاعه يقل، وهو ده اللي يخلي البيزنس يتحرك دايما بنمو، وهو ده اللي يخلي البيزنس يروح في حته بعيد.